المنتجات اللي بتخلص العميل بيقول لو اتيحت تاني بنعملها. وانا كنت عاوز اعرف عشان اعمل 301 ولا 302، هل حضرتك مريت مش بشيء مشابه للكيس دي؟ الكيس اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي واحده من اهم الحاجات اللي انت هتواجهها لما تشتغل في اي كوميرس. وخليني اقول لك الاجابه باختصار شديد، وليه هنستعمل الاجابه دي وليه هنستعمل الاجابه دي. اول حاجه، لو انا عندي منتج، المنتج ده انتهى واحتماليه ان هو يرجع قريب بتكون كبيره. تمام. الاحتمال التاني، عندي منتج انتهى تماما ومش هيرجع تماما. الاحتمال التالت، عندي منتجات كتيرة جدا وكلها بتخلص ومش بترجع، فبالتالي الموقع بالكامل هيكون مختفي او هتكون فيه جزء من المنتجات مش موجودة. خلينا بقى نتكلم على الحلول. اول حاجه، الطريقه اللي انا بفضلها دايما انك تعملها، وهو ان انت لو المنتجات عندك بتخلص بتحط زي مثلا ايقونه او علامه بتوضح ان المنتج ده اوت اوف ستوك، او بتوضح ان المنتج ده غير موجود عندنا مثلا، او سيتم توفره قريبا، او بتوضح بشكل ما من خلال التكست ان المنتج ده مش موجود عندك دلوقتي، وبتسيب المنتجات دي زي ما هي. ولكن بتعمل تريكايه مهمه، ان انت بتحط منتجات ريليتد مع المنتج ده. ده هيخلي معاك ان العميل لما يخش ويلاقي ان المنتج ده مش موجود، بينزل تحت بيلاقي منتجات ريليتد، فبيعرف ان هو يدخل لها، وبتزداد احتماليه ان هو يشتري منك عشان تستفيد من اي زائر موجود. الاحتمال الثاني ان انا بعمل ريدايركت 302. طيب ليه هنا قلت 302 مش 301؟ ده لان 302 بيكون ريدايركت مؤقت، وفي احتماليه ان انا ممكن الغيه في المستقبل. فلو انا عملت ريدايركت على منتج لمنتج تاني ريليتد بيه بشكل كبير جدا، وركز على كلمه ريليتد، لان ما ينفعش اعمل ريدايركت من منتج للتاني الا لو كان ريليتد بشكل كبير. فلو انا لغيت الريدايركت 302 بعد فتره، المنتج القديم ده نتائجه بتبدا تتحسن من تاني، وبيبدا ياخد نتائجه من تاني بمرور الوقت. على العكس، لو انا عملت ريدايركت 301 اللي هو الدائم، فده بيمرر اسرتي من اللينك الاول لللينك الثاني، وبنلاحظ اللينك الثاني هو اللي بيستقر، والاول بيبدا يختفي بالتدريج من السيرب لحد ما بيختفي تماما. وعشان كده القرار ده لازم يكون بشكل مدروس جدا، هل انا هرجع المنتج ده ولا مش هرجعه تاني. الاحتمال اللي بعد كده، ان انا عندي منتج انتهى ومش هيرجع تماما، ولكن المنتج ده انا كنت مديله كميه كبيره من الجست بوست ومهتم بيه جدا، وكميه كبيره من الباك لينك، وعامل فيه شغل محترم، وحابب امرر الاثوريتي دي للينك تاني، او استفيد من الزوار اللي بيجوا له، وعاوز اوجههم على منتج تاني ريليتد من نفس الشركه او نفس المقاس او لون مختلف او ايا كان السيناريو بتاعك. فانت في الحاله دي طالما اخدت قرار ان مش هترجع المنتج ده اطلاقا، بتوجهه 301 للمنتج التاني. ولكن زي ما قلت، انا دايما في اغلب السيناريوهات بفضل شخصيا ان انت تعمل ان المنتج ده منتهي مش موجود عندك دلوقتي، وتبدا مكمل عادي، والمستخدم تلقائيا لما يعرف ان المنتج ده مش موجود هينزل هيلاقي منتجات ريليتد، فممكن يشتري من خلالها. وبصراحه الحل ده من اكتر الحلول اللي انا بنصح بيها. ولو عندك اي سؤال وحابب نجاوب عليه، تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 15,000 عضو على Advanced Digital Marketing Community.